المقدس ده اللي انت بتعمله، بتعمل حاجة وبعض المعلمين بيتكلموا عنها، وهي الاستغفار. والاستغفار هنا مش بمعناه الحرفي ان انا بستغفر مثلا عن ذنوب، او انا بستغفر علشان طاقة الغفران تدخل جوايا. لا، انا دلوقتي حاسس بالتعلق مثلا هنا في الضفيرة او في بطني، تعلق في حاجة معينة، فمش قادر اسلم الامر فيها، انا مش قادر. ده على فكرة مش عيب، عادي، كلنا بنمر بكده. فانا بستغفر وبقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، او ان انا بقول استغفر الله، اي صيغة استغفار، بس بالنية ان انا بدخل نور الغفران وطاقة الغفران للحتة دي، او للموضوع ده، او للحاجة المعيقة اللي جوايا، او للمشاعر اللي جوايا، واحس كانها اتغسلت. والغفران ونور الغفران وطاقة الغفران من طاقتها سبحان الله بترجع الموضوع وكأنه نقطة الصفر، كأن انت رجعته تاني لنقطة الصفر، كأنه هو مش موجود، بس عايز استمرارية. مع موضوع القربان المقدس، مع انك انت تعرف ربنا سبحانه وتعالى كويس وتثق فيه وتسمع الفيديو بتاع من هو الله، مع انك انت تصلح علاقتك مع الاب باي طريقه كانت، اذا كان ايا ما كانت، صلح علاقتك مع الاب واعمل تسامح معاه، وفك وحرر العلاقه اللي انت رابطها، لو كانت علاقتك سيئه يعني مع باباك، العلاقة اللي انت رابطها بين الاب وبين ربنا سبحانه وتعالى. وابدأ سلم، هتلاقي نفسك من جواك انت اتحررت من حاجات كتير جدا معيقة لهذا التسليم،